لو الفطير المشلتت بيفشل معاكِ وبتتعبي من فرد وتوريق الفطير، تعالي أقول لِك على أسهل طريقة ممكن تعملي بيها فطير مشلتت، نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشوف هنعمل الفطير ده إزاي، بس يا ريت تدعموني بلايك علشان اللايك بيرفع الفيديو. عندي كيلو دقيق ولازم الدقيق يا جماعة بتاع الفطير المشلتت يكون عرقه قوي، فهنستخدم دقيق يكون مكتوب عليه بيتزا ومعجنات. هحط على الدقيق معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة سكر، وهضيف المية تدريجيا. كيلو الدقيق بياخد 3 كوبايات مية. هحط المية شوية شوية أشوف العجينة هتحتاج مية قد إيه. الدقيق أخد ال3 كوبايات كلهم. هتعجني العجينة كويس جدا حوالي ربع ساعة، وما تقلقيش إن العجينة شكلها بيلزق قوي كده. لما هتتعجن كويس هتلم وهتبقى بالشكل ده، بتلزق شوية صغيرين في الإيد. هحط العجينة في بولة مدهونة بالزيت وهغطيها بكيس من بتاع التلاجة، بكيس بلاستيك من بتاع التلاجة عشان وشها ما ينشفش وتعمل قشرة. وهسيبها تستريح حوالي ساعتين. كل ما سيبنا عجينة الفطير المشلتت تستريح كويس هتتفرد معاكي بكل سهولة. وبعد ما العجينة استريحت هرش على الرخامة رشة دقيق وابتدي أفرد العجينة. هتتفرد معاكي بكل سهولة. هفردها على شكل مستطيل كبير وهدهنها بالزبدة. الزبدة تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ. لازم تطلعي الزبدة من التلاجة قبلها بساعتين علشان تكون زبدة لينة وتتفرد معاكي بكل سهولة على العجينة. هنحط طبقة كويسة من الزبدة على العجينة حوالي 300 جرام. والوصفة دي يا جماعة من الفطير المشلتت ما ينفعش فيها الزبدة الفلاحي بتاعة الفلاحين، لأن بيكون نسبة المَيّ اللي فيها كتيرة. وبرضه ما ينفعش نستخدم فيها سمنة، لأن السمنة هتنشف الفطير. فيا إما هتستخدمي زبدة فرن يا إما هتستخدمي زبدة نيوزيلندي طبيعي. ومن عند طرف العجينة وابتدي ألفها رول زي ما انتوا شايفين، وهقسم العجينة لجزئين. هعمل فطيرتين وهلم العجينة على بعضها، وهحطها في صينية مدهونة بالزيت وهغطيها بكيس بلاستيك وادخلها التلاجة لمدة نص ساعة عشان الزبدة تتماسك. لو لسه بقى مكملة معايا الفيديو لحد دلوقتي يا ريت تدعميني بلايك وتكتبي كومنت حلو كده عشان تشجعوني ان انا استمر. وبعد ما الفطير يستريح في التلاجة نص ساعة هحط على الرخامة شوية زيت وهدهن الرخامة، وهفرد الفطير عليها بالشكل ده. وبعدين هبتدي ألم الفطير على بعضه بالشكل ده، وفي كل تطبيقة هدهن زبدة لحد ما ألمها كلها وتبقى شكل دائري بالشكل ده. وهعمل الفطيرة التانية بنفس الطريقة. وهاحطه مرة تانية في صينية في التلاجة متغطية بكيس بلاستيك لمدة نص ساعة كمان. كل ما ريحنا يا جماعة عجينة الفطير بيتفرد معاكي بكل سهولة. وبعد ما الفطير استريح هادهن الصينية بشوية زيت وهافرد فيها الفطيرة زي ما انتم شايفين. وطبعا برضو يا جماعة زي ما قلت لكم هتتفرد معاكم بكل سهولة. الفطير سهل جدا ومفيهوش أي حاجة، مفيهوش صنعة. الفكرة كلها إن احنا كل ما ريحنا العجين في كل مرحلة هيديكي نتيجة كويسة جدا، وهيتفرد معاكي بكل سهولة. مش كل ما هتفردي هيرجع يمط ويرجع تاني، لا هيتفرد معاكي بكل سهولة. فالصنعة في الفطير المشلتت إن انت في كل مرحلة من المراحل العجينة تستريح كويس، وهتدهني ايدك بالزبدة وتفردي الفطيرة، أو ممكن تحطي عليها كيس بلاستيك وانتي بتفرديها علشان وش الفطيرة ما يتبهدلش. وآخر حاجة هدهن الوش بالزبدة. هتدخليها الفرن على طول. لو هتخبزي الفطير في فرن البوتاجاز النار تكون أعلى درجة عندك في الفرن. هتحطيها في فرن سخن من قبل بربع ساعة. هتحطيها على الصاجة مباشرة. أول ما تقب وتاخد لون من تحت هتشغلي الشواية عشان الوش يحمر. أما لو هتسوي في فرن خبيث زي اللي أنا بسوي فيه ده النار تكون عالية من تحت ومن الجوانب. هتبتدي الفطيرة ترتفع وتنتفخ، وهتاخد لون من تحت ومن فوق. ومن أهم عوامل نجاح الفطير المشلتت يا جماعة إن إحنا نسويه على نار عالية. لو النار بتاعتك هادية أو وسط الفطير هينشف معاكي، فلازم النار تكون عالية والفرن يكون سخن قبل ما تدخلي الفطير. وبكده يكون عندي أسهل طريقة للفطير المشلتت. إن شاء الله هتنجح معاكي من أول مرة. ما تنسوش بقى لو عجبكم فيديو النهاردة تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو مش مشتركين في قناتي تشتركوا وتفعلوا الجرس الصغير عشان يوصل لكم إشعار بكل وصفاتي الجديدة. وما توفيقي إلا من عند الله. دمتم في رعاية الله. سلام عليكم.